شايفين بقى صينية المكرونة القمر دي؟ يلا بقى نعملها مع بعض دلوقتي بخطوات سهلة هتعجبكم جدا. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل مع بعض صينية المكرونة القمر دي. انا معايا هنا دلوقتي ديت لحمة مفرومة. بصوا يا جماعة هتلاقوها نوعين. انا كان عندي لحمة مفرومة كنت متبلاها قبل كده، كنت بعمل بيها قبل كده وصفة واتبقت مني قطعة، فقلت مفيش مشكلة اضيفها مع القطعة التانية دي. خلاص هتبلها بقى دلوقتي معاكم. مكونات سهلة جدا. معايا هنا شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر وشوية من التوابل اللحمة. خلاص، وأحط عليهم كمان شوية من الزعتر هتشوفهم دلوقتي. خلاص، وأقلب بقى ايه دلوقتي كده اللحمة مع التوابل الجميلة دي. بصوا يا جماعة أنا مبحبش أحط أي دهون خالص على اللحمة المفرومة، لأن أنا بعتمد على الدهون بتاعتها. خلاص، ليه بقى؟ لان بتبقى فيها نسبه من الدهون، فانا ما بحبهاش تكون دسمه قوي. انا كنت بوريكم هنا ان هي فيها دهون، فما بحبش احط خالص اي بقى لا زبده ولا سمنه ولا الكلام ده خالص. اللي حابه تحط مفيش مشكله. انا كنت هنا برضو فرمه بصلايه كده، فهضيفها برضو عليهم وهقلبها كده. خلاص، خلي بقى المكونات بقى ايه كلها تمتزج مع بعضها كده مع البهارات اللي احنا حطيناها. وهحط عليها دلوقتي كمان شويه من الفلفل الالوان. طبعا انا قعدت ادور في التلاجة على الفلفل الاخضر، بس للاسف لقيته خلصان، فقلت مفيش مشكله، ايه الفلفل الالوان يعني ايه هيحل مكانه يعني. خلاص، طبعا بقى اللي عندها فلفل الوان تحط، اللي مش عندها فلفل الوان عادي ممكن تكتفي بس بالفلفل الاخضر. انا ساعات بكتفي بالفلفل الاخضر بس عادي، بس مفيش مشكله يعني. ماشي، اي حاجه بتنفع يعني. وقت ما نكون مزنوقين اي حاجه بتنفع. خلاص، طبعا بقى اللي بتحب تحط مثلا جزرة، ايه ممكن تحطي جزرة عادي جدا، انا بحب احطه برضو، بس ايه اكتفيت بالفلفل يعني. خلاص، بقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها كده. هنا بقى ايه هقطع الفلفلة دي براحتي بقى مع نفسي. هنا بعد ما قطعتها، هنا خلاص زي انا ايه جبت مية كده حطيتها على النار. انا زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا بحط الزعتر اهو. المية دي حلوين، انا جايباها بقى حطها على النار عشان بقى ايه نسلق المكرونة. خلاص، انا هنا ايه هحط لها دلوقتي شوية من الزيت. خلاص، وشويه من الملح. بصوا يا جماعه انا بحب احط شويه من الزيت على المكرونه. انا عارفه ان في ناس عندها افكار خاطئه كده، بتقول لا ما تنفعش الزيت على المكرونه. لا طبعا، البشاميل لازم نحط شويه زيت وهي المكرونه بتتسلق لسبب. طبعا احنا يا جماعه لما نيجي نصفي المكرونه في المصفى هتمسك في بعضها. خلاص، إيه لو احنا محطيناش عليها شويه الزيت دول، فبالتالي وانا بشيلها بقى هتقطع وممكن تعجن في بعضها كده يا جماعه في المصفى، فانا ما بحبش الحركه دي للامانه. فبحب اسلق المكرونه بالطريقه دي، اعملوها تبقى حلوه جدا. هنا بقى نعمل البشاميل. كانت هنا المكرونه اتسلقت خلاص، انا جبت هنا قطعه من الزبده البلدي، حطيت عليها شويه من الزيت عشان ما تتحرقش بس. خلاص، وحط هنا ايه كام معلقه دقيق، 8 معالق دقيق. ليه؟ لان انا هستخدم كيلو ونص من اللبن فقط. ماشي، كيلو ونص من اللبن بيستخدموا كام معلقه دقيق؟ 8 معالق دقيق. وهقلبهم بقى كده في الزبده اللي احنا حطيناها دي لحد ما يدوبوا. شايفين؟ طبعا بقى الدقيق اتحول من اللون الابيض للون البيج. اول ما ريحته بقى تطلع كده اوعوا تحرقوه. اول ما يتحول للون البيج زي ما انتوا شايفينه كده، هتلاقوا لونه غمق سيكه كده وايه وريحته طلعت. فنحط عليه بقى اللبن على طول. خلاص، اللبن معايا ده كان دسم شويه، كان بالقشطه بتاعته. طبعا البشاميل انتوا عارفين بقى ان هو بيحب الحاجه دسمه شويه. انا بحب الصراحه اعمله دسم عشان يبقى ايه غني كده بالمكونات اللي فيه، يبقى جميل قوي. خلاص، وبقلب بقى طبعا طالما احنا حطينا بقى اللبن لازم كل شويه نقلب علشان ايه الدقيق ما يمسكش في الحله من تحت. هنا حطيت بقى شويه من بشره جوز الطيب وفصين 2 بالظبط من المستكه، وشويه من الفلفل الاسمر وشويه من الزعتر وورقتين 2 من اللورة. خلاص، المكونات دي يا جماعه على البشاميل هتحلفوا ما دقتوا بشاميل اطعم من ده. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. في بتاعه البشاميل دي بالذات انا عارفه ان في ناس ما بتعملهاش كده، بس جربوها بتاعتي هتحبوها جدا. دلوقتي بقى طبعا انا بحط الملح. طبعا بقى ملحي زي ما انتي بتحبي طبعا. واحط هنا بقى ايه قطعه كده كمان بقى، يعني نخلي الجريمه تكتمل. وهنضيف بقى شويه من القشطه كده البلدي. ليه القشطه البلدي بقى؟ بتخليها غنيه اكتر والقوام بيبقى كريمي اكتر واكتر. وهحط هنا كمان شويه من الموتزاريلا، انا بحبها قوي. اللي حابه تستغنى عنها مفيش مشكله، حابه تحطي كيري بقى جبنه مثلثات اي حاجه تانية مفيش مشكله خالص. خلاص، هنا بقى ايه كل شويه نقلب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. انا بحب القوام بتاع البشاميل بتاعي متوسط.
خلاص. هنا بقى انا جبت الصينيه اللي هعمل فيها. هنا بقى ايه بضيف هنا كده ايه اتنين كبشتين اتنين كده من البشاميل في الصينيه. طبعا بوزعها كويس جدا. شايفين بقى المكرونه يا حبايبي اللي انا كنت طلعتها وصفتها. طبعا المكرونه دي 3/4 سوا، لازم نسيب فيها عضه شويه. طبعا انا بحط عليها شويه من البشاميل، هغرقها بشاميل دلوقتي عشان انا بحب يا جماعه اكلها جوسي كده خلاص، فبحب اغرقها شويه من البشاميل. تمام. هنا بقى ايه هوريكم طبعا مكرونايه دلوقتي لازم نكون نسيب فيها عضه، عشان ايه لسه هندخلها الفرن طبعا، او لسه هتغلي في الفرن علشان ايه ما تعجنش معانا. خلاص. هفضل بقى احط عليها بشاميل لحد ما الاقيها اتغرقت كويس جدا من البشاميل. طبعا حابه تستغني عن الخطوه دي براحتك، انا بحبها. شايفين هنا المكرونه وانا بقطعها تحس ان فيها عضه كده شويه. خلاص يا جماعه عشان ما تبقاش معجنه. وما تنسوش خطوه شويه الزيت دولت في قلب الميه بتاعه السلق، صدقوني بتبقى افضل. شايفين حتى المكرونه هنا بقلبها هتلاقوا المكرونايه صحيحه كده، شايفين الواحده بوحدتها. اما لو احنا محطيناش زيت وجينا نصفيها هنلاقيها بقى ايه مسكت في بعضها كده في المصفى ولبكت في بعضها كده، بتعجبنيش خالص. مش اي حاجه نشوفها يا جماعه نقلدها على طول. خلاص. انا بديك الفكره، حابه تعملي زي ما انا بعمل مفيش مشكله، لو مش حابه برضو مفيش مشكله خالص طبعا اكتبي لي برضو في التعليقات انت بتشوفيني منين وبتعمليها ازاي. خلاص. هنا بقى ايه هقلب كويس جدا البشاميل في المكرونه كده، لازم اغرقها بشاميل. هنا بقى بضيف طبعا هنا بقى ايه بقسم الكميه اللي معايا دي نصين. بضيف دلوقتي شويه من المكرونه في الصينيه من تحت، عشان الجزء التاني ده هحطه بقى طبعا فوق اللحمه بعد ما احطها دلوقتي. خلاص. طبعا بقى لازم اوزع المكرونه كويس جدا، اسويها كويس جدا في الصينيه، ما ينفعش يا اما تبقى فيها كتير ويا اما تبقى فيها قليل، عشان ايه قطعه المكرونه تطلع مظبوطه معانا. واسويها كده كويس زي ما انا بتك عليها كده، اسويها كويس جدا. خلاص. هنا بقى طبعا هنا ايه هجيب برضو هنا اللحمه طبعا اللي انا بقى معصجاها، انا بوريكم الصينيه. هجيب بقى اللحمه اللي انا معصجاها وهضيفها بقى ايه كلها كده. هوريكم هنا برضو معانا هنا شويه برضو من الموتزاريلا هحطها برضو على اللحمه. اللي حابب يستغنى عن الخطوه دي يستغنى براحته، بس انا بحب ازود الموتزاريلا شويه في اللحم في البشاميل قصدي. خلاص. واللي حابه برضو تحط رومي، انا احيانا برضو بحط رومي، بس الرومي للاسف الرومي المبشور عندي خلصانه، برضو ساعات برضو بحط رومي مبشور. خلاص. كل ما تزودي يا جماعه القيمه الغذائيه بتاعت الحاجه بتديكي تطعيم احلى واكتر يعني. خلاص. هنا بقى بحط الموتزاريلا بوزعها على اللحمه، وهحط طبعا الطبقه التانية دلوقتي من البشاميل من المكرونه اللي انا مقلبه فيها البشاميل بقى. طبعا شايفين يا جماعه هي جوسي جدا متغرقه بشاميل. خلاص. طبعا اللي بيحب ياكل بقى ياكلها ناشفه شويه، ما بيحبش يحط البشاميل على المكرونه ويقلبها كده براحته، دي حاجه ترجع لكم. خلاص. بصوا بقى يا جماعه انا معايا هنا بقى بيضه هحطها على البشاميل بقى اللي هينضاف فوق الصينيه. بصوا يا جماعه لو حابين تستغنوا عن الخطوه دي استغنوا براحتكم، بس بما ان موجود البيضه عندنا مفيش مشكله نحطها علشان نزود من القيمه الغذائيه بتاعه البشاميل. اللي مش حاببها مفيش مشكله خالص، انا ساعات مش بحط البيضه دي اساسا. خلاص. اللي يحب يحطها مفيش مشكله يعني. شايفين بقى احنا كانوا حاطين كام ورقه لورق 2 بالظبط، هنطلع الاتنين دلوقتي خلاص. شايفين انا بقى بحط البشاميل كله معاكم، ادي تاني واحده عدوا معايا خلي بالكم من الحاجات اللي زي دي فعلا يا جماعه عشان ما تتوهش منكم برضه. ولازم بقى اهز الصينيه كده بالبشاميل عشان البشاميل يتوزع كويس جدا في الصينيه ويتغلغل جوه المكرونه كده. خلاص. شايفين بقى هنا امراض بعد ما طلعت كانت تحفه تحفه تحفه. طبعا دخلتها في درجه حراره متوسطه من تحت ومن فوق. هنا بقى نقطعها هتشوفوا قد ايه هي جوسي. بصوا بقى يا جماعه برضو انا مقطعها لكم برضو بعد ما هدت كده، هتشوفوها برضو قطعه بقطعتها كده. فانا سبت لكم الصوره بتاعتها في اخر الفيديو هتشوفوها برضو. القطعه سليمه جدا، بس انا طبعا عشان انا بحب اكلها جوسي، فطبعا اول بقى ما طلعت من الفرن كده شايفينها وهي سخنه كده مبقبقه، طلعت منها على طول. خلاص. شايفين قمر ازاي، وكانت جوسي جدا 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 وجميله وغنيه بالمكونات. بقى اعملوها جربوها تلاقوها تحفه جدا. كده بقى الفيديو خلص يا حلوين، متنسوناش في اللايك والاشتراك. مع السلامه.